سلام ومرحبا بكم معايا في نوفي فيديو. لاول مره كيشوف القناه معك جيهان نورس. سمحوا لي اللي متبعني من قبل، سمحوا لي على هذه الغيبه الطويله، ولكن راه كنت مريضه ومازال مريضه. مهم شويه ديك النزله وصلني دوري، معليش. مهم كنردها وحريق الراس والسخانه وهذا، ما كنتش يعني كنقدر نوض بزاف وهذا. مهم اليوم راه لقيت راسي لاباس لاباس الحمد لله. لقيت راسي راه فيا يعني ما هذا، قلت علاش لا نصور لكم. البنات اللي كيطلبوني على كيقولوا لي جيهان ولي صوري لينا حويجات من الدار، جيهان ولي صوري لينا في الدار وصفات طبيعيه في الدار. جبت اليوم نقترح عليكم هاد ثلاثه ديال هاد اللعيبات هادو. قولي شنو هادو، شنو فيهم. حويجات اللي هما زوينين. نقدر نقول لكم باش نشجعكم ان مهم هادو بثلاثه بهم ما كاملاش فيهم 10 ديال الدراهم، ما كاملاش، هي 8 دراهم يمكن اولا. بثلاثه بهم كنقدر نخدمهم ماسك ومقشر وغسول ديال الوجه. اذا بغيتوا تعرفوا هادشي كامل اكيد غادي تخليكم معايا حتى الاخر ديال لا فيديو. غير قبل ما تنساونيش اكيد من انكم تشتركوا في القناه، بارطاجيو لي فيديو ديالي اذا كيعجبكم، تخليو لي لايك بطبيعه الحال اذا كيعجبكم المحتوى اللي كنحط. المهم فبالنسبه لهادو شنو، جاتني فكره. قول لي يا صاحبه الافكار. لا كاين واحد الحويجات اللي هما كيشبهوا ليهم. بغيت نقول لكم ان راه البرانسيپ ديالهم اولا يعني باياش كيخدموا راه هو نفسه. مهم كاين بحال هادو، مهم انا هادو كنجيبهم من قلعه مكونه اللي فايت له سمع بهاد المدينه. مهم كيكونوا جمعيات نسويه اللي كيديروا هاد المسائل اللي هي طبيعيه، بحال هادي الطين الابيض والودعه واللوبان، وهادي النيله الزرقاء، هادي نيل ديال اللوبان. شنو اخر، هادي كوماج بالودعه، وهاد البادي سكراب ولا مقشر ديال الجسم، هذا بالبيغ دو كاريتي وهذا بالخوخ. بغيت نقول لكم ان البرانسيپ ديالهم هو نفسه. يعني المهم نتوما عارفين انني يعني كنأكد اولا كنعتمد الاعتناء اكثر يعني بمنتجات طبيعيه اكثر منه منتجات تجميل صافي. يعني المهم الحاجه اللي لقيت نصايب في الدار اولا نخدم في الدار اولا نعرف شنو خدمت علاش لا ما كلاش ندير حاجه واحده اخرى اللي انا ما عارفش اصلا منين جايه. ولا مهم بالنسبه للبنات اللي كيبغيو يخدموا حاجه طبيعيه. المهم هادو ثلاثه ديال لي ماسك غادي ينفعوكم بزاف. قلت لكم ثلاثه بهم كيمكننا نخدموهم ماسك وغسول ومقشر في نفس الوقت. الاول هذا بلاتي انا كنعرفهم بالطحين، خلاص عقلت على اللون ديال المغاطي. هذه الاولى، هذا الروز صافي. كدوزو في الطحانه ديال القهوه عادي اللي عندكم في الدار، الطحانه ديال العطريه. المهم هذا الروز، هذا الفول، وهذا الشوفان. هادو ثلاثه بهم ممكن اننا نخلطهم. علاش فرقتهم؟ حيت بحساب الحاله ديال لابو ديالك اولا ديال الجسم ديالك اولا ديال البشره ديالك انت شنو. المهم غادي غير تسمعوني مزيان. هادوك ثلاثه بهم امتى كنخدمهم ومعاياش كنخدمهم؟ ثلاثه بهم كنخدمهم مع المسائل اللي ما كيسببولياش حساسيه، مثلا الحليب كامل الدسم، الماء الورد، ماء الزهر، الياغورت مسوس، العسل بالنسبه للناس اللي ما عندهمش حساسيه ديال العسل. الوقت اللي نبغي نخدمهم فيه كغسول غادي ناخذ مثلا الشوفان اولا الارز. الفول ما عمري الصراحه ما درت به غسول. مهم شوفان وارز. يكفي انني كندير واحد الكميه اللي هي صغيره في يدي بحال هكا حتى الصباح، حتى كتفيقي في الصباح بحال هكا واحد الكميه سي غادي نقلب الدنيا. المهم كندير واحد الكميه صغيره وكنكب عليها شي شويه ديال الماء صافي، وكنخلطها. راه تم كيطلق هذاك الحليب ديالو، كيطلق واحد الماده اللي هي بيضاء. الشوفان اصلا هذاك هكذا كيدير شي شويه، كيطلق شي شويه المهم كتكون اصلا طحناهم مزيان، ولكن فيهم واحد الحبيبات اللي شويه يقدروا يديروا ليا الدور ديال الغسول صافي. كنخلطها بحال هكا وكنغسل بها. نحاول انني نعتمد هذا الغسول يوميا وغادي تشوفوا كيفاش. بالنسبه للشوفان، الناس اللي عندهم الحساسيه صافي يعني البشره ديالهم حساسه او لا جافه بزاف، فالشوفان كيغديها. بالمناسبه غادي نخلي لكم لا فيديو اللي كنت هضرت لكم فيها على الشوفان، وصايبت معكم الحليب ديال الشوفان باش تستافدوا منه، غنخليه لكم في صندوق الوصف. كي قلت لكم اسمحوا لي. كي قلت لكم بالنسبه للشوفان اولا الارز ممكن انني ندير بهم هذه الخطوه ديال الغسل اولا ديال الغسول. يكفي انني نفزقهم شي شويه بالماء ونستنى حتى وكان كيطلق وكندوز على وجهي وكنشلل. نتيجه اللي زوينه بزاف. حاولوا انكم تدوموها. بالنسبه الى بغيت نخدمهم الفول كذلك. بالنسبه لهذوك ثلاثه شنو كيديروا كاملين بهم
مبيضين مفتحين معادلين للبي اتش ديال البشره، لان ما فيهمش لي برودوي كوروزيف او المواد الحارقه، ما فيهمش لا فيتامين سي او الحامض، ما فيهمش مواد اللي هي قاصحه يعني على لابو او على البشره. بالعكس كاملين بهم كيعادلوا، وكاملين بهم كيحيدوا ليا التصبغات. اللي كيهمني فهادو كاملين انهم كيفتحوا وكيحيدوا التصبغات ديال لابو. شنو اخر يا ربي؟ بالنسبه اذا بغيت نخدم ماسك كي قلت لكم كندير مع وحده من هاد الاقتراحات هادو، اولا ما كاينش كدير مع الماء صافي، ما كاينش مشكل. وكنقوم بالوضع ديالو على الوجه ديالي واحد ربع ساعه حتى المهم 15 دقيقه حتى ل 20 دقيقه، وكنغسلو بالماء البارد عادي جدا. بغيت نخدمو كغوماج فكذلك كنخلط بالماده اللي انا كنرتاح ليها اولا اللي كتجي مع البشره ديالي، اولا بحساب الحاله ديال انا شنو بغيت. كي قلت لكم بغيت التبييض راه كنخدم بالارز والشوفان والفول، بغيت المعادله مثلا الاحمرار او التهيج ديال البشره عند التعرض للشمس، منين ندخل نحاول انني ندير الشوفان مع الحليب بارد كيحيد هذيك الحموره وكيحيد ديك الحساسيه كامله. المهم قلت لكم منين بغي نخدم كغوماج كنحاول انني ناخذ كميه مهم من واحد فيهم اللي بغيتو. انا بعض المرات راه كنشركهم بثلاثه، هادو راه صوبتهم في الاخر ديال رمضان نسيت ما اقترحهمش عليكم، دابا هما يضربوا ليا في الراس. قلت علاش لا نوريهم لكم، لان بزاف ديال البنات كيشوفوا بحال هاد المسائل هادو راه نفس وكاين منين تبغي تخدمي يعني ماسك اللي هو واعر وبحال هادو شنو كتزيدي؟ يا اما الطين الابيض او الطين الاحمر. الطين الابيض بالنسبه للبشره العاديه، والطين الاحمر بالنسبه للبشره الجافه، فهو مغذي رائع. كما انني يمكن لي نزيد واحد المعلقه صغيره ديال الخرقوم على وحده في هاد المكونات هادو، اولا عليهم بثلاثه، نتوما كيبقى لكم الاختيار. ممكن انني نزيد النيله الزرقاء، ممكن انني نزيد الزعفران شعره. المهم هكا كيبقى ماسك اللي هو زويون في الدار بمنتجات اللي نتيا عارفه شنو. كي قلت لك هذوك ثلاثه بهم ما كاملاش 10 دراهم، والقريعه قداش. المهم انا راه خديت غير هكا عادي وصافي. المهم وخدمت. كي قلت لكم الوقت اللي تبغيو تخدموه كوماج كنزيد الماده اللي انايا بغيت اولا عندي بها الغرض اولا كتجي معايا، كنحرك كندير كماسك كنخليه واحد القسم يعني 5 ديال الدقائق. كنحاول انني ندير حركات دائريه وهكذا غنكون خدمتو كوماج. بغيتو تستغلوا ديروا يعني تضربوا عصفورين بحجر واحد، فكديروه غسول ومقشر وماسك في نفس الوقت، يعني كتشركوا. مهم بحال انا مثلا كيعجبني ندير الشوفان والعسل صافي، كندير الشوفان والعسل كنقوم بالتطبيق ديالو على الوجه واليدين وكنخليه واحد 10 ديال الدقائق قبل ما كنغسلو، يعني ماشي كماسك. قبل ما كنغسلو كنحاول انني ندير واحد التقشير اللي هو خفيف. المهم نتمنى ان لا فيديو ديال اليوم تلقاكم في اتم الصحه والعافيه. الاقتراح ديال اليوم يكون عجبكم، مرحبا بالتساؤلات ديالكم بالتعليق ديالكم، كنقرا التعاليق كامله كنجاوب التعاليق كامله. خليت لكم راحه الله ونشوفكم في فيديوهات وحدين اخرين ان شاء الله.